هلا بنات. وصفتنا اليوم تشريب اللحم. تشريب اللحم عراقي على أصوله. طبعا هذه الوصفة ممكن تستخدموها باللمات والعزائم، طريقتها كل سهلة وبسيطة. ويلا نبدي بالطريقة. بالبداية بسم الله هنضيف الجدرية. طبعا حضرنا الجدرية بدون ما نضيف أي نقطة زيت. هنضيف اللحم غاسلته ومنظفته قبل وقت، هنحمسه حمسة خفيفة بهذا الشكل. بعدها حنضيف البصل ما مقطعته على كبره. بعدها حنضيف التوابل ماجي، فلفل اسود، كركم، كاري، هيل، من كل شي ملعقة. نحمسهم ويا اللحم حمسة زينة. حنضيف الورق الغار، حنضيف الحمص، حنضيف المي المغلي نغطي بيه اللحم. بعدها حنخلطه خلطة خفيفة، وحدة من اللومي بصرة هغطيه ونتركه لما يغلي. اول ما يغلي ويانا اول فورة ننصي عليه نهدئ النار. بعدها شلنا الرغوة اللي فوق، وبهذا الشكل جهز ويانا اطيب تشريب لحم عراقي. طبعا اذا متوفرة جدرية الضغط حياخذ من عندكم نص ساعة، واذا ما متوفرة استخدموا الجدرية العادية وخلوا لها ورق الزبدة والسيليفون وبعدها القبق. واتمنى اذا حبيتوا هاي الوصفة ما تنسون بالضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو. أقولكم سلامكم العافية، مع السلامة. انتظروني في فيديو جديد.